بزاف ديال الاباء والامهات واولياء التلاميذ كيسولوني على ولادهم، كيفاش نعرف ولدي جا في القسم متعثرين ولا مع القسم ديال المتفوقين؟ ولدي في الفوج 3 واش مزيان ولا ضعيف؟ بنتي كانت متفوقه في السنه الماضيه ودابا عطاوها كراسات فيها الحروف والكلمات وهي كتقرا الروايات والنصوص، علاش؟ فين المشكل؟ بنتي جات في مسار واحد وما عرفتش واش هذا المسار متفوق ولا متعثر. عندي جوج ولاد، ولد وبنت. بنت بدات تقرا من لبنه جوج من الكلمات، ولدي بدا من لبنه 4. كيفاش؟ ما فهمش هاد اللبنات. ما مصير متفوقين؟ المدرسه الرائده مقبره المتفوقين. بزاف ديال الاسئله كتوصلني يوميا وقررت ندير فيديو عوض نجاوب كل واحد على السؤال ديالو باش تعمل الفائده. اذا الا كنتي مهتم تعرف الاجوبه وتستافد من هذه المعلومات ركز معايا واعطيني وقتك وتفرج في الفيديو كامل، راه المعلومات فيه مرتبطه. وما تنساوش تابونا في القناه ديالي، تابونا باش يوصلك كل جديد ديالي. نبداو من الرئيس اللي دوزو التلاميذ في الدخول المدرسي. هذاك الرئيس راه اختبار بسيط، تيست، هو باش كيعرفوا المستوى الحقيقي ديال التلميذ. الاساتذه كيقدموا المعطيات من خلال ذاك الرئيس ديال التنقيط. المسار كيحدد المجموعات. بالنسبه للمجموعات كاينين 3: مسار 1 ومسار 2 ومسار 3. مسار 1 هو ديال المجموعات المتعثرين، ومسار 2 مجموعه المتوسطين، ومسار 3 هو ديال المجموعات المتفوقين. اذا ملي كتعرف اي مسار ولدك ولا بنتك تصنفوا فيه كتعرف واش المستوى ديالو مزيان ولا ضعيف من خلال هذاك المسارات. ملي كيتحددوا المسارات كيجي وقت الدعم، كلشي كيستافد من الدعم، حتى المتفوقين عندهم الدعم. يوم الاثنين 15 تنبير الماضي بدا الدعم. كيفرقوا عليهم الكراسات ولا كيطلبوا منهم يشريوهم، ولكن للاسف بزاف ديال المدن والمكتبات مثلا ما كيتوفروش على هذه الكراسات ديال المدرسه الرائده من اللغه العربيه واللغه الفرنسيه والرياضيات. بالنسبه للكتب والكراسات، الماده ديال اللغه العربيه واللغه الفرنسيه كيبدا التلميذ الدعم ديالو من لبنه اللي تصنف فيها حسب المسار ديالو. اعطيكم مثال: تلميذ ممكن يبدا من لبنه 2 وتلميذ اخر يقدر يبدا من لبنه 4. وهذه هي النقطه اللي بزاف ما فاهمينهاش. كل تلميذ كيبدا من المكان ديال المستوى ديالو، ماشي ضروري كاملين يبداو من نفس المستوى او من الاول او من لبنه 1. شنو هي هاد اللبنات؟ انا نعطيكم الشرح ديال اللبنات باش تفهموا مزيان. اللبنات ماشي بحال الاقسام العاديه او المدرسه العاديه، هي مستويات صغيره كتوضح واش التلميذ متمكن من الحروف الكلمات ولا النصوص. بالنسبه للبنه 1 هي الاساسيات او الحروف، اللبنه 2 هي الكلمات البسيطه، واللبنه 3 جمل قصيره، واللبنه 4 فقرات بسيطه، واللبنه 5 نصوص وروايات متقدمه. اذا ولدك ولا بنتك غادي يبداو من اللبنه اللي المناسبه لهم باش يعاودوا يبنيو المعارف ديالهم وحده بوحده بحال السلم، يطلعوا درجه بدرجه بلا ما يضيعوا في الطريق. وتبعوا معايا هذا الجدول هذا على بركه الله. نبداو في الشرح. هذا جدول البرنامج دعم تعلمات الاساس اللي هي اللغه العربيه واللغه الفرنسيه والرياضيات. الجدول هذا غنشرح يبين لكم المسار اللي جا فيه ولدك ولا بنتك، اي مسار 1 هو ديال المتعثرين، ومسار 2 ديال المتوسطين، والمسار 3 ديال المتمكنين او المتفوقين. يعني من خلال هذا المسار هذا شنو هما اللبنات اللي غيقراو ولادكم. اللبنه 1 كاين عندنا حرف، واللبنه 2 عندنا كلمه، واللبنه 3 فقره، واللبنه 4 اقص، واللبنه 5 هي لبنه ديال التحدي قراءه والفهم بالنصوص الطويله. بالنسبه للبنه المسار 1 اللبنه اللي غيقراو من لبنه 1 حتى اللبنه 4، وما هذا كما كتشوفوا في الرسم وعلى الشكل هذا. بالنسبه للقسم الثاني او المستوى الثاني يعني ولدك ولا بنتك اللي جاو متعثرين غيقراو في المسار 1 اللي هو هذا. يعني بالنسبه للمستوى الثاني اللي هو هذا، ولدك ولا بنتك غيقراو في اللي جاو في المسار 1 اللي هو هذا، يعني مسار متعثر، تيبداو يتقاو معاه من لبنه 1 اللي هي هذه. هاد اللبنه 1 هي لبنه حرف، تصفيه الصعوبات القرائيه المرتبطه بتمييز الحروف وقراءه المقاطع. كيبداو مع هاد اللبنه 1 اللي هي الحرف، وكينتقلوا ملي كيقراو هاد اللبنه 1 خليو واحد يعني 11 اليوم، كينتقلوا الى اللبنه 2 اللي هي هذه. هاد اللبنه 2 هي لبنه الكلمه، قراءه الكلمات والجمل. يعني ولدك ولا بنتك المستوى الثاني هذا خاص بالمستوى الثاني اللي جا ولدك ولا بنتك في القسم مسار المتعثرين، يعني فقط يقرا يعني الفقره 1 او لبنه 1 ديال الحرف او لبنه 2 ديال الكلمه. بالنسبه للمستوى الرابع هذا المستوى الثالث
المستوى الثالث والمستوى الرابع كيبداو معاه من اللبنه واحد هي هادي زائد اللبنه جوج اللي هي هادي. يعني في قسم المتعثرين دابا انايا راه بديت بقسم المتعثرين، مسار المتعثرين، يعني اللي ما جاوبوش في الرائز اللي دوزو يوم الاثنين 15 يعني شتنبر الماضي. يعني الثالث والرابع تيبداو معاه من اللبنه واحد زائد اللبنه جوج، وما تيساليو هذاك اللبنه واحد واللبنه جوج ضرب واحد يعني واحد ديال الاسابيع كينتقلوا للبنه ثلاثه اللي هي هذه. هاد اللبنه ثلاثه اللي هي فقره قراءة وفهم الفقرات البسيطه، تيقراوها عاوتاني في الدعم واحد 6 ايام الى 10 ايام. هذا بالنسبه للمستوى الثالث والرابع. المستوى الثالث والرابع تيبداو معاهم من اللبنه واحد زائد اللبنه جوج وحتى اللبنه ثلاثه. اذا والخامس والسادس، هذا المستوى الخامس والسادس. هذا مستوى الخامس والمستوى السادس كيبداو معاه من لبنه واحد اللي هي هادي زائد لبنه جوج اللي هي هادي زائد لبنه ثلاثه اللي هي هادي. هذا خاص بالمتعثرين. ملي كيساليو في هاد اللبنات في طرف 5 ايام زائد 7 ايام زائد 9 ايام، يعني اللبنه واحد في 5 ايام واللبنه جوج في 7 ايام واللبنه ثلاثه في 9 ايام كينتقلوا وكيتعرجوا اللبنه 4. هي هذه اللبنه 4. هاد اللبنه 4 كيقراو فيها الاقصوصه، قراءة وفهم الاقصوصات. هذا خاص يعني بالمسار واحد يعني المتعثرين. هنا كيسالي سلسله مستويات جميع المستويات في قسم المتعثرين، يعني من اللبنه واحد للبنه 4. دابا ندوزو اللبنه المسار جوج. هذا كيبدا المسار جوج كيبدا من هنايا كيسالي لنا كما في الرسم. المسار جوج هو مسار ديال المتوسطين، يعني مضاعفين لا متفوقين، يعني بين وبين. بالنسبه للمستوى الثاني، يعني المستوى الثاني الا جا متوسط وما جاش متعثر كيبداو معاه من اللبنه جوج. فجوج هي هادي واللبنه ثلاثه اللي هي هادي 15 يوم زائد 9 ايام. هذا بالنسبه للمستوى الثاني. يعني المستوى الثاني في المتوسط راه ما كيبداوش باللبنه واحد، يعني ملحظ كيبداو معاه من اللبنه جوج واللبنه ثلاثه اللي هي الكلمه والفقره. هذا بالمستوى الثاني. بالنسبه للمستوى الثالث والرابع كنبداو معاهم من اللبنه 2 واللبنه 3 زائد اللبنه 4. هذا في المسار المتوسط، يعني المسار جوج. بالنسبه للمستوى الخامس والسادس اللي هو هذا كنبداو معاه من اللبنه 2 واللبنه 3 واللبنه 4 كذلك. هذا في قسم المتوسطين. بالنسبه للقسم او مسار المتمكنين او المتفوقين اللي هو هذا هادو راه متفوقين حتى هما كيدوزو لهم الدعم. يعني هذا جواب السؤال الناس اللي تيقول لك يعني مدرسه الرائده مقبره المتفوقين، حتى هما كيدوزو الدعم. هو الدعم وما كيبداوش من لبنه واحد يعني من الحرف او لبنه جوج من الكلمه، راه كيبداو من لبنه 3 كما كتشوفوا. ها هي فين هي اللبنه 3 زائد اللبنه 4 يعني وزائد زائد الاقصوصه، يعني هي لبنات التحدي. ها هي قراءة وفهم نصوص طويله، يعني عندهم قرايه صعيبه شويه، فهمتوني. هذا مسار 3 هذا هو قسم ديال المتمكنين او المتفوقين، راه عندهم دعم خاص بهم حتى هما كيتسمى لبنه ديال التحدي. هذا جواب على سؤال ديال الناس اللي كيقولوا او كيسالوا على بان المتفوقين يعني هذه مقبره للمتفوقين. هذا جواب على السؤال ديال الاخوات والاخوه اللي كيسالوا هذا السؤال هذا ديال بنتي ولا ولدي يقرا في المستوى السادس او الاولى اعدادي، تقرا يعني روايات، تقرا جمل، تقرا نصوص باللغه الفرنسيه، وعطاوهم كراسات يعني بادين يعني باللبنه واحد بحرف. الجواب ديالو هو ان ولدك اللي كان متمكن يقرا روايات يقرا يعني اقصوصات راه ما كيبداوليش من لبنه واحد للحرف ولا لبنه جوج، راه عنده هو اللبنه التحدي.
قراءة وفهم النصوص الطويلة، وولدك ما يقراش عام كامل، راه فقط يعني راه الدعم واحد 5 حتى 8 ديال الاسابيع، وكيبداو يقراو المقرر ديالهم عادي، فهمتيو؟ يعني هذا المشروع هذا يعني كيحطم الفوارق ديال التلاميذ داخل القسم، واحد الفوارق اللي كان شاسعه وكبيره كيحطم الفوارق ديال الفهم وديال الكتابه وديال القراءه. هذا هو الجواب ديال هذا السؤال هذا، ونتمنى انني نكون شرحت لكم هذا الجدول هذا ومعنى اللبنات ومعنى المسارات في هذا الجدول هذا. يعني ولدك ولا بنتك يعني راه يتحدد يعني اللبنه ديالو من خلال المسار او المستوى ديال المسار اللي جا فيه. اللي كان متعثر راه هو هذا الفوق كما كتشوفوا، اللي كان متعثر راه هما هذا اللبنات وهذا هما المستويات ديالو. ولا كان المتوسط هو هذا وهما هذا المستويات ديالو، ولا كان المتمكن هو هذا. يعني يعني راه كيف المستوى الثالث الى المستوى السادس. نتمنى انني يكون يعني وصلتكم الفكره. المسارات واللبنات وسيله باش ولادنا يتعلموا خطوه بخطوه بلا استعجال. احنا كاباء وامهات خاصنا نصبروا معاهم ونعاونوهم في الدار، ونفهموا ان النجاح ماشي صفه، كل واحد عنده الطريق ديالو. ورساله ديالي للاباء، الا باقي عندكم شي اسئله على هذا الموضوع خليوهم في التعليقات، وغادي ندير فيديو اخر نشرح فيه بالتفصيل اكثر. وما تنساوش تدعموا القناه بالاشتراك. وتحياتي.